هذا ونشر نيمار على صفحته الشخصية على انستغرام رسالة برر خلالها أسباب الانتقال إلى باريس سان جيرمان مصحوبة بفيديو لأهم ما سطره في مسيرته الكروية حتى الآن. النجم البرازيلي أكد أن حياة أي لاعب تسير وفقا للتحديات التي تفرض أحيانا شروطها، وأحيانا أخرى تكون التحديات نتيجة لقرارات اللاعب نفسه، معربا عن سعادته باللعب لبرشلونة الذي وصفه بأنه لم يكن مجرد ناد، كما وصف ليونيل ميسي بأنه أعظم لاعب رآه في حياته. نيمار أكد أيضا أن انتقاله إلى البي اس جي خطوة مهنية جريئة وتحد جديد يجب خوضه لتحقيق الألقاب للنادي الباريسي وجماهيره، واصفا باريس سان جيرمان بأنه بيته الجديد. مسلسل انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مر بمراحل عديدة نستعرضها في التقرير التالي. في مايو أيار 2013 نيمار لاعب لبرشلونة، وفي أغسطس آب 2017 نيمار لاعب حر. الشرط الجزائي أو لنقل العائق الذي وقف حائلا أمام ضم باريس سان جيرمان للاعب البرازيلي دفع رسميا، ومحاولة رابطة الليغا تأخير إتمام هذه العملية أيضا لم ينل من عزيمة الباريسيين في الإسراع بإنهاء الصفقة. محطات عديدة مر بها نيمار في الساعات الأخيرة، فمن زيارة خاطفة إلى بورتو حيث خضع للفحص الطبي هناك، إلى سعي فريق المحامين الخاص باللاعب لكسر عقده مع برشلونة عن طريق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم. هناك تمت عرقلة العملية برفض الرابطة فسخ العقد عبر إيداع شيك. في هذه الحالة كان يتوجب على الناديين إيجاد حل آخر أو الدخول في مفاوضات رفضها سابقا النادي الإسباني، ومع ضغوطات مارستها الرابطة الفرنسية لكرة القدم على نظيرتها الإسبانية مؤكدة دعمها الكامل للنادي الباريسي، تم الوصول إلى حل يقضي بدفع الشرط الجزائي لدى مكاتب نادي برشلونة. هنا انتهت القضية، ولم يتبقى للبي اس جي سوى رتوش قليلة قبل إتمام صفقة القرن.